وحوي يا وحوي ايوحة. انتوا عارفين ان الاغنيه ديت طلعت من ايام المصريين القدماء، بس ما كانش اسمها وحوي يا وحوي، كان اسمها واح واح اياح. واح كانت كلمه للترحيب بمعنى اهلا او مرحب. طب وايه اياح؟ اياح دي كانت ست عظيمه جدا اسمها اياح حتب، يعني قمر الزمان. افتكروا الترجمه دي كويس علشان هنحتاجها قدام. اياح حتب كانت زوجة الملك سقننرع اللي حكم مصر ايام الهكسوس، والشهاده لله ان الست اياح حتب كانت بتكره الهكسوس كره العمى وعايزه تخرجهم من مصر باي شكل، فكانت دايما تشجع جوزها سقننرع انه يدخل في حرب معاهم، وفعلا الراجل عمل كده، بس للاسف انهزم في الحرب دي ومات. اياح حتب تسكت ابدا، راحت بعت لهم ابنها الكبير، بس هو كمان ما نجحش انه يحاربهم ومات هو راخر. اياح حتب تيأس، لا يمكن، راحت بعت لهم ابنها الثاني احمس، اللي قدر المره دي الحمد لله ان هو ينتصر عليهم ويخرجهم من مصر خالص. وقتها استقبل المصريين احمس ووالدته اياح حتب بفرحه كبيره جدا، وكانوا بيقولوا لهم واح واح اياح، يعني اهلا اهلا بالقمر. طب ايه علاقه ده كله برمضان؟ هو كان على ايامهم؟ لا، بس بعد آلاف السنين سنة 1937 جه كاتب اسمه حسين المنسترلي وقرر ان هو يعمل اغنية عن رمضان، خلى المطلع بتاعها وحوي يا وحوي ايوحة. استغل فكرة ان واح يعني مرحب واياحة يعني قمر، اللي هو رمز لهلال رمضان، علشان كده ارتبطت الاغنية دي برمضان. شفتوا الدبل ميننج بيعمل ايه؟